وبصره ثم نداه، أمره ونهاه، تاب عليه واجتباه. أمر أم موسى أن تلقي بوليدها في اليم فألقت به وما ابتلت قدماه، وساقه إلى حجر عدوه فرعون فأطعمه وسقاه. كم قتل فرعون من الأطفال بغية أن يظفر بقتل موسى، لكن الله من كيده نجاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان من ماء دافق وترفق به فحمله في البر على الدواب وفي البحر على المراكب، أهدى الجنين إلى التقام ثدي أمه ليعيش دون سابقة تجارب، علم الطير نقر البيض ليخرج الفرخ في الوقت المناسب. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أنزل عليه في غار حراء اقرأ فقال ما أنا بقارئ، ونزل إلى أم المؤمنين خديجة بدسروني فقالت والله لن يخزيك الله أبدا إنك للمعروف صانع. شيخنا الفضيل. ثم أما بعد، ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الكرام، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة الأشهر الحرم، وقريبا بمشيئة الله نقول جميعا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما خاب عبد سألك لولاك يا ربي هلك، والسابحات في الفلك والليل لما أنحلك كل من لبى فلك. ثم أما بعد أن تلا علينا شيخنا وأستاذنا ومعلمنا فضيلة الشيخ محمود الصفتي من بستان سورة مريم، أراني لا أستطيع أن أزكيه ولا أقول في قدره إلا كما قال القرآن الكريم عنه تصريحا وليس تلميحا، حيث قال مولانا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أما بعد، في هذه الأمسية الدينية الطيبة والتي تقام بمناسبة زواج الأستاذ خالد أحمد محمد الغنام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع بينهما في خير. وقد أرى في المجلس المشايخ العظام والشباب الكرام، وقد قدمني فضيلة الشيخ عمرو هو ابن أختي، أيوة بس مش كوسة قوي نظرا لبعد المكان، وقدمني على فضيلة الشيخ محمد طه وهو على العين قبل الرأس. أقول وبالله التوفيق. كيف نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما كان لنا أن نتحدث عن سيدنا محمد إلا بعد أن أذن لنا وقال بلغوا عني ولو آية، فبلغوا تكليف وعني تشريف ولو آية تخفيف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اصطفاه ربه من فوق 7 سماوات حين أراد أهل مكة بتفكيرهم أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يريدون مكة أو الطائف، فقال لهم مولانا والعلم عند الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو ذلك اليتيم وإنك لعلى خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. واليوم سمعنا عبر المواصلات والاتصالات الفيسبوكية كما يقولون ان فيه عاصفة، فالسؤال اللي احنا ممكن نسأله العم الحج احمد والحج محمد والشيخ حسن الغنام بحكم القرابة والجيرة، انت جبتوا لنا القرآن ليه يا سيادنا وجمحتونا على مائدة القرآن؟ فالإجابة تأتي من كتاب العزيز المنان، من كان مع القرآن كان معه السعادة، من كان معه القرآن كان بعيدا عن
الشقاء. اقرأ إن شئت. لما كان الحبيب يراوح بين قدميه حين يتلو القرآن فقال له مولانا لم ننزل عليك القرآن لتشقى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال له طه يا محمد طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. أعيش مع نقطة واحدة عشان أختم. مين اللي قال أنا؟ لأن أنا لما أقول أنا الوقتي أغلبنا يقول أعوذ بالله من قولة أنا. اللي قال أنا اتنين كفروا بها واتنين أمنوا بها. اتنين أنزلتهم إلى الدرك الأسفل من النار واتنين رفعتهم إلى روضة المصطفى وروضة العزيز الغفار. اللي قال أنا فرعون قال أنا خير منه وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري. واللي قال أنا سيدنا يوسف ساعة ما طبطب على أخوه كده وقال له إني أنا أخوك فلا تبتئس ما تخافش ما عليكش مشكلة تاني ما دمت انت بقيت عند أخوك. وقالها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم حين قال أنا لها أنا لها أنا لها. فيوم العرض على الله يوم القيامة يوم الطامة. امال واحنا طالعين من الجامع يا عم الشيخ سمعنا ان في زاوية من الزاويات الغربية مش عارف زاوية ايه جابوا حد وكال وغنى وعمل. والله العظيم الدنيا اللي تديه ظهرها تفرم. هي الدنيا تقول بمن فيها على مهلك يا اللي جبت حد عم يغني على مهلك يا اللي استبدلت القرآن بالغناء على مهلك شوية رويدا رويدا غدا الأيام حبلى وستلد بمشيئة الله. على مهلك يا الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرنكم مني ابتسام فالقول مضحك والفعل مبكي. يوم القيامة الناس كلها حتى الأنبياء تسحب منها الصلاحية إلا صاحب الشفاعة محمد. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الطير أمة والجن أمة والإنس أمة وترى كل أمة جاسية والناس كلها تمشي على سيدنا آدم. يا آدم يقول لست لها يا نوح يقول لست لها يا موسى يقول لست لها. تذهب الأمم إلى سيدنا عيسى فيقول لست لها ألا أدلكم على صاحبها فتذهب الناس إلى الحبيب محمد فيقول أنا لها أنا لها أنا لها. فيسجد الحبيب تحت العرش يقول يا رب لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا صفية عمتي ولا العباس عمي. سل يا محمد وارفع راسك وقل تعطى واشفع تشفع. يا رب أسألك أمتي 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 فيقال يا محمد سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. ولقد سمعنا في الضحى ولسوف ترضى فسر سماعنا هذا العطاء فحاشاك يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يضام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع بينهما في الحلال أن يجمع بينهما ويجمع بين شباب المسلمين ويرد أمة محمد إلى كتاب رب العالمين. وصل اللهم وسلم على الهادي البشير. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا وكل عام وحضراتكم بخير. أترك المجال للمشايخ الكرام والسلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم